انتوا عارفين ان الجهاز بتاعي اتهكر واضطريت ان امسح كل الملفات اللي عليه، صور، فيديوهات، العاب، برامج، كل الشغل بتاعي ومجهود اكتر من 3 سنين كان بيختفي قدام عيني كده في لحظات وانا بمسح الحاجات دي، وبايدي اللي تتشل دي. كل ده عشان خاطر اقدر اكمل شغل واستمر في تنزيل فيديوهات وما اقطعش. بس بعد ساعات تقريبا من الجريمه الشنيعه دي اكتشفت طريقه عشان اتخلص من الفيروس ده، وكان شكل كلاون خالص وانا ماسح كل فيديوهاتي. كان ممكن بكل بساطه اتخلص من الفيروس ده وتفضل نفس الملفات دي موجوده. طبعا مش قادر اوصف لكم الاحساس اللي حسيته، بس الحمد لله قدرت ارجع الملفات دي. كل ده عن طريق برنامج النهارده تينورشير 4DDiG. البرنامج ده مش مجرد برنامج استرجاع ملفات، بل فيه مميزات كتير قوي. تعالوا بينا اقول لكم المميزات دي بالتحديد واشرح لكم ازاي بنحمل البرنامج وبنسطبه وبنستخدمه ونعمل تجربه فعليه مع بعض، واقول لكم على مفاجاه حلوه في الاخر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لي متابعه. يلا بينا. تينورشير 4DDiG. البرنامج ده واخد استرجاع الملفات او حل المشاكل عموما لليفل تاني خالص. يقدر يرجع لك الملفات من جهازك او من حاجات خارجيه زي الاس دي كارد او الكاميرا بتاعتك او الفلاشه بتاعتك او اي حاجه تانية. بل لو في ملف عندك وجزء منه تالف يقدر ان هو يصلح لك الجزء ده. مش كده وبس، ده لو جزء من السيستم باظ بيصلح لك الجزء ده ويحل لك مشكله البلاك او البلو سكرين لو الملف البايظ ده كان السبب. بيشتغل كمان على الويندوز وعلى الماك، في نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه. ركز بقى معايا في الحته دي. يقدر يصلح لك الفيديوهات البايظه ويصلح لك الصور البايظه لما بتفتحش كمان. مش بقول لكم ليفل تاني خالص من حل المشاكل. زائد طبعا انه بيرجع لك كل انواع الملفات، صور وفيديوهات وملفات اكزي والعاب وبي دي افس، كل حاجه ممكن تتخيلها يقدر يرجعها لك. طبعا زي ما قلت لكم هنجرب الموضوع ده دلوقتي. لازم تعمل لايك للفيديو ده. تعالوا بينا نجرب سوا عشان التجربه قاسيه اول مره. اول حاجه هنعملها ان احنا نحمل البرنامج. تك على التنزيل المجاني من هنا، تلاقي البرنامج نزل هنا على طول. تك عليه تكتين، كنت طبعا معلم على الصح دي. لو انت عايز تبدا انستول على طول بتتك هنا، ولو انت عايز تغير مكان الانستول بتتك على انستول سيتنج وتغير بقى اللغه. انا عايز مثلا اللغه العربيه وتختار المكان بتاع التسطيب من هنا. بعد كده تتك على التثبيت. بعد كده تتك على البدايه بعد ما يخلص. ده شكل الابلكيشن وهو بيفتح. دلوقتي هو بيحاول يوريك تستخدم ازاي البرنامج. التالي لو انت فاهم كل حاجه. ده شكل البرنامج بتاعنا اول ما بيفتح. طبعا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في البرنامج ده انه واجهته سهله جدا، كل حاجه موضحه فيها. يعني انت مثلا لو عايز تعمل سكان لسطح المكتب، لو مسحت منه حاجه غصب عنك تقدر تعمله لوحده سكان، ولو مسحت سله المهملات بالغلط تقدر تعمل لها سكان برده وتراجع منها ملفات. لو انت عايز تختار مجلد معين او ملف معين بس في الجهاز كله عشان خاطر السكان ما يكونش طويل قوي، تقدر تتك على اختار مجلد. هنجرب طبعا كل الحاجات دي دلوقتي. طبعا من مميزات البرنامج ان انت تقدر تعمل اصلاح للصور الغير قابله للفتح واصلاح للفيديوهات اللي مش بتشتغلش برده كمان. تتك هنا وتحط الصوره اللي انت عايزها، تتك على اضافه صوره او تحطها من هنا، او بتتك على بتاعه الفيديو دي وتحط الفيديو اللي ما بيشتغلش وهو هيصلحه لك. معلومه بسيطه ومهمه قوي لازم تخلي بالك منها. الفيديو اللي ما بيشتغلش هيتصلح في حاله انه كان بيشتغل في الاول. يعني انت مثلا لو كان عندك فيديو بيشتغل وفجاه لقيته ما بيشتغلش هو هيصلحه لك. انما لو الفيديو اصلا كنت بتعمل ريكورد والفيديو باظ احتمال كبير ما يشتغلش، لان انا جربت كذا مره، ساعات كان بيشتغل وساعات لا. نرجع تاني للقائمه الرئيسيه بتاعتنا. عملت ملف تجريبي عشان نجرب البرنامج مع بعض. اول ما نخش على الملف ده هتلاقي فيديو من فيديوهات القديمه، هتلاقي ملف مضغوط زي ما انتم شايفين كده جواه صور وفيديوهات، هتلاقي برنامج تينورشير ذات نفسه يعني ملف اكزي، دي اغنيه من الاغاني المضحكه اللي كنت نزلتها في فيديو الاغاني المضحكه، وهتلاقي برده ملف اللعبه اسمها بلاك ايديا. اللعبه دي لمطور عربي صديق ليا اسمه مردكاي، كان باعت لي النسخه البيتا بتاعتها قبل ما تنزل عشان اجربها واقول له على المميزات والعيوب. خلينا نلغي كل الملفات دي للابد. قال لك انت عايز تلغي دي بيرمننتلي، عايز تلغيها للابد؟ هقول له ايوه. بعد ما مسحناها للابد نرجع تاني ابلكيشن، نتك على اختر مجلد عشان خاطر نسهل الموضوع على نفسنا، كان موجود هنا في تجربه. نتك بدايه، هيقول لك اختار نوع الملفات اللي انت عايزها. يقول لك انت عايز صور ولا فيديوهات ولا وثيقه معينه ولا صوت ولا ايه، احنا هنختار كله، بحيث برده ان اللعبه فيها انواع كتير من الملفات، فعشان خاطر ما نخسرش اي ملف نعمل مسح كافه انواع الملفات ونستنى حرفيا في اقل من ثانيه. طبعا الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، ممكن ياخد عندك وقت اطول من كده بكتير. خش على الملفات المحذوفه، على تجربه، بلاك ايديا، ريتش المنصه، ده فيديو من فيديوهاتي، اختارهم كلهم وتتك على استعاده. هو بيقول لك هو حوالي 6 جيجا و8. دلوقتي هو بيقول لي اختار المكان اللي انت عايز ترجع فيه الملفات دي. تعالوا نرجعه مثلا في سطح المكتب هنا ونتك استعاده، هياخد شويه وقت. بسم الله ما شاء الله يا شباب، الاس اس دي ام 2 عامل عظمه الصراحه، خلي الموضوع سريع جدا معايا. تتك عرض الملفات المسترده هيوريك الملفات. خش جوه، تعالوا نجرب كل الملفات. ده اول فيديو. ناس كتير قوي بتقول لك لما بتقول اسم منصه فيديو الفيديو الريتش بتاعه بيقع خالص. تعالوا نجرب تجربه صغيره جدا. تيك توك الفيديو شغال. تعالوا نجرب مثلا الملف بتاع تيك توك ده، كل الملفات اللي جواه موجوده برده. نتك على السيت اب ده، السيت اب شغال ما فيهوش اي مشاكل. تعالوا نجرب الموسيقى دي زي ما انتم شايفين كده، الموسيقى شغاله. ونجرب لعبه بلاك ايديا، اللعبه شغاله زي ما انتم شايفين كده. كفايه بقى عشان ما احرقش عليك. لو حد عايز يشوف اللعبه يروح يبحث عنها في ستيم ويشتري. حابين نقطع على بعض. المهم زي ما انتم شايفين كده كل الملفات رجعت تاني من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجه، ودي حاجه جامده الصراحه. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان البرنامج ده امن 100%. يعني ما تقلقش لو انت حطيت مثلا الحساب بتاعك او دفعت فيه فلوس او اشتركت فيه، البرنامج يستحق وبجداره الصراحه. البرنامج ده زي ما قلت لكم فيه نسخه مجانيه بتسمح لك ان انت ترجع 500 جيجا بس، او نسخه مدفوعه خليك تقدر ترجع اي عدد جيجات انت عايزه. الاشتراك الشهري بحوالي $45 والاشتراك السنوي بحوالي $60. اما بقى لو انت عايز تشتريه مدى الحياه فده عرض خاص بخصم 40% ب
$79 بس لمدى الحياه بدلا من $119. العرض جامد يا جماعه، الحقوق. العرض ده موجود لاخر السنه. زائد طبعا لو انت عايز تشتري البرنامج ده انت واصحابك، او شركه مثلا عايزه تحمل البرنامج في كل الاجهزه، تقدر تختار عدد الاجهزه اللي انت عايزها وهو بيقول لك انت مطلوب منك تدفع كام. كل حاجه موجوده في الابلكيشن ده يا جماعه. زائد كمان ان في خصم 40% لحد اخر السنه لاي شخص هيشتري بالبرومو كود ده. هسيب لكم لينك تحميل البرنامج والاشتراكات في الديسكربشن وفي تعليق المسابقه. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. لو حابين نعمل جيف اواي على اكونتين بريميوم في البرنامج ده قولوا لي في الكومنتات. تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه مره تشوفوني. سلام.